وعندما تتحدث القيادة المصرية على أن هناك خطر على الأمن القومي المصري من إسرائيل في هذا التوقيت، هذا أمر مفروغ منه. بالمناسبة لدينا رؤية واضحة في كيفية مواجهة إسرائيل وهذه الحكومة المتطرفة. وعندما يصف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه العدو هي لم خاطب الشعب الإسرائيلي، الرئيس السيسي خاطب الشعب الإسرائيلي وجنح لهم للسلام، وقال ان الحكومه دي حكومه متطرفه وحكومه اعداء ولا ينبغي التعامل معها، ولا يجب ان احنا نامن هذه الحكومه باي شيء باي حال من الاحوال. ما يحدث النهارده على ارض الواقع في قطاع غزه، ضيفك في الاراضي الفلسطينيه المحتله بيدعي ان هو بيدافع عن السلام. اين السلام في قطاع غزه يا رجل؟ اين السلام عندما تتحدث عن 20,000 طفل قتلوا؟ هذه هي الامم المتحده والمنظمات الدوليه، مش انا، ده المنظمات الدوليه بتقول 20,000 طفل. واين حماس؟ واين مسؤوليه حماس؟ ما قطعتكش لو تكرمت، لو نعم تكرمت نعم تفضل، اسف، وبالتالي لا تقاطعني نعم. لو سمحت، نعم. عشان خلي الامور ماشيه صح. اذا كنت تريد المقاطعه انا عندي استعداد، بس اسف دكتور معتز لو تكرمت، انا عندما بتحدث بوقائع، بتحدث ان المجتمع الدولي النهارده دول اوروبيه تحاصر اسرائيل. ليه؟ لان انتهاكها لحقوق الانسان. انا ما بجيبش من عندي يا دكتور معتز، وحضرتك بتشوف والصوره واضحه تماما ان اسرائيل هتودي الفلسطينيين اللي بتجيبهم من شمال قطاع غزه الى مدينه غزه، ثم بعد ذلك الى منطقه المواصي، والخريطه معروفه، منطقه الوصل يعني رفح الفلسطينيه، ثم بعد ذلك الدخول الى سيناء. ده بعد اسرائيل. القاهره تحمي حدودها بالقوة وبالسلاح وبالديمقراطية وبالحرية وبالقانون الدولي وبكل شيء. مصر نهايتها خطوطها الحمراء معروفة، وضعها لإسرائيل تفعل ما تشاء. ولكن عندما ترتكب إسرائيل حماقة، أعيدك إلى ما قاله الرئيس الراحل حسني مبارك لما الصحفي الإسرائيلي بيسأله بيقول له إن الطيران تقدم في إسرائيل 30 دقيقة من الممكن إن هم يضربوا السد العالي، قال له لا، الطيران اللي ضرب السد العالي مش هيلاقي مكان في اسرائيل. يا دكتور معتز، احنا الحدود بتاعتنا 208 كيلو مع الجانب الاسرائيلي. مصر لو لم تحمي هذه الحدود لاسرائيل انتهت منذ زمن. يا استاذ معتز، يا دكتور معتز، نحن لدينا سبل بديله لكي لا تكون هناك اسرائيل على الاطلاق، لكن مصر تحمي حدودها واتفاقياتها وكل شيء، وبالتالي اسرائيل ترتكب حماقه. وهذا ما يقول الاعلام الاسرائيلي والعقلاء من الاسرائيليين، وليسوا المطبلين او هستأذنك استاذ ابراهيم الدراوي، انا هروح للسيد نائل الزعبي وهسأله سؤال غريب شويه. سيد نائل الزعبي، انا هسأل حضرتك مش عن رأي حضرتك، لان انا حاسس ان رأي حضرتك هو رأي ايه يعني اقرب الى اليسار الاسرائيلي المحب للسلام والراغب في التعايش، انما انا هسألك عن رأيك في اليمين الاسرائيلي اللي هو في مركز صنع القرار دلوقتي. لو اسرائيل في قاعدة الغنم والغرم، يعني هنغنم ايه وهنغرم ايه، هندفع ايه الثمن. لو اسرائيل من وجهة نظر اليمين الاسرائيلي هتغنم غزة بطرد الفلسطينيين منها، ولكنها هتغرم السلام ما بين قوسين البارد مع مصر، هل دي حسبة تخليهم ياخدوا المخاطرة دهيت؟ ناخد غزة حتى لو مصر نبقى نشوف بعد كده بقى طريقة نراضيها بيها. اتفضل يا فندم. سيدي الكريم، والايام ستثبت اسرائيل ولا اليمين الاسرائيلي. وكما قلت انه ليس يعني عندما نتحدث عن اسرائيل يجب ان لا نتحدث عن اليمين وعن اليسار، نتحدث عن اسرائيل، لانه بجانب الحكومه هناك منظمات ومنظومات اسرائيليه ثابته لا تتغير. سيد نائل الزعبي، احنا شايفين رئيس الوزراء عمال يغير رئيس الاركان ووزير الدفاع ووزير الخارجيه لانهم لا يتوافقون مع سياسته. اذا فاليمين الان بقى هو الاوبريتنج سيستم، هو نظام التشغيل اللي شغال بالمكنه الاسرائيليه. يا سيدي صحيح ما قلته، هو يستطيع تغيير رئيس الاركان ولكن لا يستطيع تغيير الاركان. هو يستطيع تغيير حسب القانون رئيس الجيش ولكن لا يستطيع تغيير الجيش. هو يستطيع تغيير رئيس الشباك ولكن لا يستطيع تغيير، يعني هذا امر مختلف جدا ما نقوله. الديمقراطيه لكي يكون رئيس حكومه مع منفذ تعطيه الصلاحيه ليدير الامور،
ولكن هذا لا يقول بأنه سيد مطلق ولا ملك في إسرائيل. الآن لسؤالك، لا توجد لإسرائيل أطماع في أن تكون في غزة، ولا يوجد لإسرائيل أطماع لأن تتواجد في غزة، وهذا الشيء لن يكون. ولا أسمع في الشارع الإسرائيلي ولا في الصحف الإسرائيلية ولا مع من ألتقي معهم يعني من يتحدث عن بقاء إسرائيل في غزة. الجميع يتحدثون عن أن لا يكون إرهاب في غزة وأن لا تكون حماس في غزة، وأستطيع أن أقول هناك من يتحدث عن أن لا تكون حماس في أي مكان في العالم. وأنا أعتقد بأن ملاحقة قادة حماس ستستمر، يعني ما حدث في قطر سيستمر في أماكن أخرى. أعتقد وأؤمن أنه ذلك سيحدث. ولكي اكون صادق، يعني سيد نائل الزعبي، لو كان الاجتماع اللي كان موجود في قطر ده لقيادات حماس كان موجود في مكان ما في مصر، كان اسرائيل هتقدم على نفس الفعل ولا لا؟ انا اعتقد انه واؤمن بانه لمصر احترام خاص عند اسرائيل. اسرائيل لا تريد ان تربك مصر، اسرائيل لا تبحث عن ارباك مصر. اعتقد بانه سيكون هناك تفكير اخر، ولكن في النهاية اليوم نتحدث عن اليوم. إسرائيل ستصل إلى قادة حماس إن كان عاجلا أم آجلا. يعني هذا الشيء أسمعه من الشارع، والشارع الإسرائيلي قبل ما أسمعه من الحكومة يعني. والشارع الإسرائيلي في النهاية هو الذي يركب الحكومة، هو الذي يركب المعارضة. يعني تدخل بيت إسرائيلي تجد من يكون يعني من دعاة اليمين أو من دعاة اليمين المتطرف أو من دعاة رئيس الحكومة أو من دعاة اليسار الإسرائيلي أو من دعاة اليسار الإسرائيلي. لأكمل الفكرة، إسرائيل لا تريد أن تكون في غزة. الآن يجب أن نسأل السؤال عكسي، هو إذا قامت اليوم حماس بتحرير 2 مليون غزة وتعلن عن إعادة 48 مختطف وتعلن بأنها تحل نفسها عسكريا في غزة، انتهت القضية. أما أن نتحدث عن حرب بين إسرائيل وبين مصر، هذا جنون. هذا شيء لا أريد أن أفكر به أبدا، ولا يفكر 7 أكتوبر كان جنون، وضرب إيران كان جنون، وضرب الدوحة جنون. يعني المنطقة بتدار من شوية مجانين، ربنا يستر. طب خلينا أروح للسيد الدراوي، السيد إبراهيم الدراوي. ممكن أسأل حضرتك، هو ممكن إنه إسرائيل ترحل أعداد كبيرة، مش لازم يكون ال2 مليون كلهم، من أهل غزة لسيناء، ومصر تبتلع زي ما بنقول في المثل المصري يقول لك تبتلع الموس، وتقول خلاص هنعمل ايه بقى وخليهم يعيشوا معانا وخلاص؟ لا، انا اعتقد ان القاهره لن تقبل بهذا الامر، لان ابتلاع الفلسطينيين في سيناء معناها القضاء على القضيه الفلسطينيه. وانا اعتقد ان تصريحات القياده المصريه بالمناسبه واضحه يا دكتور معتز، سواء كان وزير الخارجيه او الرئيس المصري، واضحه جدا ان القاهره لن تسمح بالتهجير الطوعي او القسري للفلسطينيين عن طريق القاهره باي حال من الاحوال. لا دخولهم سيناء ولا خروجهم من سيناء الى الخارج، هذا امر مفروغ منه بهذه الصوره. الامر الاخر ان ضيفك بتكلم ان حماس ابدت مرونه بالمناسبه لليوم الثاني للحرب. القاهره اجابت الفصائل السبع قبل ضربهم في الدوحه، ووافقت كل الفصائل على ان حركه حماس لن تكون موجوده في اليوم الثاني للحرب، علشان يبقى الناس عارفه وواضحه. حماس قدمت مرونه بان هناك 5000 جندي فلسطيني دربتهم القاهره ليدخلوا ليديروا قطاع غزه. اللجنه الفصائليه اللي هيقودها فلسطيني ترضى عنه اسرائيل بين